بخشبتين وبطارية هنعمل لعبة لأطفالك هيحبوها جدا. ندخل على طول في الموضوع. الحاجات اللي هنحتاجها هي خشبة للقعدة وأربع خشبات جنبها عشان تفضل قاعدة ثابتة زي ما انت حضرتك شايف كده. والخشبة دي اللي هنجيبها هنعمل فيها خرمين سواء بمسمار سن صاج أو بأي حاجة تانية. وهنحتاج بطارية وبيت بطارية، وهنحتاج ليد وبزر. ده بيتباع عند أي حد بتاع محل قطع غيار إلكترونيات اسمه بزر 5 فولت. وهنحتاج مقاومة 150 اوم. كل الحاجات دي ممكن تلاقيها عندك في الخردة بتاعتك. وسلك معدن تشكيل، ده بيتباع عند اي حد بتاع هدايا دوبيات بس يكون كبير شوية. وزرار سويتش للاون والاوف. يلا بينا بقى نجمع المنظومة دي. هنجيب الاربع خشبات ونبدأ نلزقهم بالسوبر جلو في الخشبة اللي هي هتبقى القاعدة. كل خشبتين في جنب عكس بعض عشان لما تيجي نحطها على حاجة تثبت ومتقعش بالمنظر اللي انت شايفه ده. وهنجيب بيت البطارية ونبدأ نلزقه على القاعدة بالسوبر جلو. طبعا اماكن لزق الحاجات دي او الفكرة اللي قدامك دي انت تقدر تستخدم بيها اي خامة تانية او اي منتج تاني. انا عايز اشوف ابداعك واشوف تفنيدك. وما تنساش لو عملت المشروع ده تسيب لي الصورة بتاعته في التعليقات او حتى تبعتها لي على الخاص عشان اجمع المشاريع دي ان شاء الله وانزلها في بوست مجمع باسامي الناس اللي عملوه. بيت البطارية طالع منه طرفين سلك، طرف لونه احمر بيمثل الموجب وطرف لونه اسود بيمثل السالب. هنحط نقطة سوبر جلو صغيرة ونجيب الزرار السويتش بتاع الاون والاوف ونلزقه هنا زي ما انت شايف. وهناخد الطرف الاحمر اللي طالع من بيت البطارية نوصله على طرف من اطراف المفتاح. ودور المفتاح في اللعبة بتاعتنا هنا ان هو يكون اون واوف، تقدر تطفي اللعبة خالص عشان ما يحصلش تفريغ من البطارية، اطفالك ما بيلعبوش بيها. وكمان لما السلك يلمس في السلك والبزر يشتغل تقدر تدوس عليه عشان توقف الصوت وما يجيلكش صداع. وهنجيب طرف سلك ونوصله على طرف المفتاح التاني، والناحية التانية من السلك هنوصلها على السلك اللي احنا شكلناه اللي هو بيمثل المسار اللي احنا هنمشي فيه واحنا بنلعب. وتحط سوبر جلو او اي مادة لازقة في الخرم اللي احنا عملناه وهنبدأ نثبت فيه السلك بتاع المسار بتاعنا. وهتجيب الليد يا ابو العيال وتبتدي توصل على طرف الموجب بتاعه المقاومة 150 اوم. وطرف الموجب بتاعه انت هتعرفه، هتلاقي طرف الموجب اطول من طرف السالب، والمقاومة زي ما احنا عارفين بتقلل شدة التيار. فاحنا هنوصل المقاومة عشان لما نوصل الليد على البطارية 3 و7 الليد يشتغل بأمان وما يتحرقش. وهنوصل كمان الليد على البزر. الطرف الطويل اللي في البزر هو ده طرف الموجب، ده اللي هنوصل معاه المقاومة اللي احنا ركبناها على الليد. والطرف السالب للبزر هتلاقيه اقصر من الطرف الموجب، هنوصل فيه برضو الطرف السالب بتاع الليد وهيبقى بالمنظر ده زي ما انت شايف. وبعد كده هتجيب الطرف السالب بتاع البطارية اللي لونه اسود وتوصله على الطرف السالب بتاع البزر اللي انت موصل عليه الطرف السالب بتاع الليد. وهتجيب اي سلك طويل عندك شوية يكون طوله من متر لمتر ونص، وده هنوصله على طرف الموجب بتاع البزر اللي راكب عليه الليد بالمقاومة. وهتلزق البزر في المكان اللي يعجبك سواء كان بالسوبر جلو او بالامير او بالشمع او باي ماده لازقه. بس اهم حاجه فتحه البزر ما تكونش مسدوده عشان خاطر ده المكان اللي بيطلع منه الصوت. وطرف السلك الطويل اللي احنا لحمناه في موجب البزر ده هنجيب حته سلك من السلك التشكيل اللي احنا قلنا عليه في اول الفيديو وهنعمل في اوله دايره ونلزق السلك ده في اخره. وانا هنا جبت قلم وعديته في السلك عشان خاطر يبقى شكله بس كويس. انت تقدر تعمل الشكل اللي يريحك، انا عايزك انت تفنن وتبدع في المشروع ده. والميزة في الموضوع ده ان انت تخلي اطفالك يشاركوك التجربة وانت بتعمل اللعبة بتاعتهم بنفسك. واوعدك دي هتكون احسن لعبة هيلعبوا بيها هم بنفسهم، زائد انها هتكون لعبة كويسة ومسلية. وكمان لو اطفالك سنهم صغير هتساعدهم ان هم يتحكموا في ايديهم كويس جدا، وده هيساعدهم ان هم يقدروا يتحكموا في الكتابة وفي مسكة القلم. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتعليقك الجميل وشير وخلي اطفالنا تستفيد. ولو انت من الصف اللي بيحبوا المحتوى ده ما تنساش تعمل متابعة عشان تشوف كل جديد. وخليك فاكر دايما افهمها تصلحها. سلام.